ودلوقتي بقى نيجي لآخر حاجة، الدراسة المالية. تمام كده، عارف بتتعمل ازاي؟ ممكن تبقى قياس مكسب للشركة؟ دي حاجة واحدة ضمن الدراسة. الموضوع أكبر شوية من كده وبيشمل الربحية زي ما قلت، لكن كمان بيشمل هل عندنا الموارد المالية متاحة؟ طيب هل الموارد دي هتكفي إن أنت تقدر تدفع مرتبات ناس مؤهلين؟ هل هتكفي مصاريف التسويق مثلا؟ هل في مستثمرين مهتمين بمشروعك؟ بصي، هي دي حاجات كتيرة فعلا، بس أنا جاهز بمعلومات عن العمالة المطلوبة ومرتباتهم، وكمان خطة التسويق والأسعار اللي هبيع بيها، وكمان اللي هشتري بيها الخامات. ما هو عشان كده عملنا بقية الدراسات دي في الأول. تمام جدا. طيب أول حاجة تعملها إن أنت تحدد مبدئيا أنت محتاج قد إيه فلوس في البداية عشان تقدر تبيع أول منتج. يا ندى، أنا عملت تقريب لاحتياجاتي المبدئية، اتفضلي. وريني كده. تمام، إيجار عربية، مرتبات كمان. في حاجة تانية أكيد، الربح وكده ها؟ طبعا لازم نتعرف على الأداء المالي للشركات الشبيهة والمنافسة. طب دي أعرفها إزاي يا ندى؟ بسيطة جدا، لو الشركات دي في البورصة فممكن تنزل الميزانية بتاعتها من الإنترنت، أو تدفع للشركة بحوث مالية لو ما لقيتش الميزانية. ولو مفيش إمكانية للحلول دي، ممكن أشوف الدراسات اللي عملناها قبل كده على المنافسين وأشوف هم عملوا إيه وأتعلم منهم؟ طبعا يا حسام، أنت على فكرة اتطورت مع الوقت كويس جدا. تعالى بقى نشوف المعلومات المالية دي هنستعملها إزاي. إحنا عندنا الاستثمار المبدئي ونتائج مالية للمنافسين، ممكن نبدأ نستعملها كأساس توقعي لتكاليفنا ومبيعاتنا. ومن هنا هنقدر تقريبا نعرف هنوصل للربح بعد قد إيه وهنرجع تكاليف المشروع إمتى. الموضوع شكله مش سهل، بس ممكن نعمل التوقعات المالية دي. بص يا حسام، خد بالك من الحاجات دي. المشروع هيشتغل كويس جدا لو المبيعات فيه استقرت لمدة من 5 ل7 سنوات، ويكون في نسبة من المبيعات دي عبارة عن زبائن دائمين، لأن هم دول اللي بيضمنوا الاستقرار في المبيعات. آخر حاجة بقى هي إنك تكون قادر تتوقع المبيعات والمصروفات بأرقام قريبة من الواقع. والله يا ندى أنا متشكر جدا جدا بجد ليكي، أنت ساعدتني كتير قوي. على إيه يا حسام، ربنا معاك. احنا في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الموارد غير المالية المطلوبة علشان انجاح المشروع بتاعك. الفيديو ده بقى بنتكلم عن الموارد المالية. طبعا الموارد المالية دي حاجة مهمة جدا جدا جدا، وهي اللي بتنزل اي فكرة لأرض الواقع، انه في الاخر نعرف مهما الفكرة دي مهما كانت كويسة هل هي تعرف فعلا تتعمل ولا لا، من ناحية التكلفة ومن ناحية الربحية ومن ناحية هنعرف نقدمها بالسوق بالصورة الكافية ولا لا. فمهم جدا جدا ان انت تكون عامل دراسه ماليه وافيه وتكون شامله لكل الحاجات اللي ممكن تنجح المشروع. اول حاجه في الدراسه الماليه لازم تدرسها كويس هي التكلفه المبدئيه للمشروع، من حيث مش بس المنتج ده هو الحاجه المباشره اللي انت شغال عليها، لكن في حاجات غير مباشره زي تكلفه المكان اللي انت هتشتغل منه، اللي هو ممكن يكون مكتب او مصنع صغير او محل او اي حاجه انت هتختارها ان هي تكون هتشتغل الناس بتوعك هيشتغلوا عليها على المنتج بتاعك. ممكن تكون مصاريف اداريه، ممكن تكون مصاريف كهرباء، ميه، الكلام ده كله. فلازم تحط التكلفه المبدئيه لكل حاجه في المشروع. التكلفه دي بتتقسم بقى، ممكن تعملها لاول سنه او سنتين علشان تبقى عارف الفلوس اللي انت هتحتاجها اللي هتضخها في المشروع او هتستثمرها في المشروع لاول سنتين هتكون كام، وده يأهلك ان انت تبقى عارف بعد كده الخطوات اللي جايه اللي هنتكلم عليها كمان شويه. ده بالنسبه للتكلفه. تاني حاجه هي الدخل، لازم تبقى عارف مصادر دخلك جايه منين، العملاء اللي هيدفعوا لك هيكون حجمهم قد ايه. لازم تتوقع بصوره علميه وتكون قايمه على تصورات حقيقيه، مش ما تقولش مثلا انا هبيع منتج حاجه صغيره مستهدفه عدد صغير من الناس فهبيع مثلا ل 100% من الناس او الفئه المستهدفه في اول سنه. ده حاجه مش حقيقيه ومش واقعيه.
فانت لازم تقول تتوقع حاجات واقعيه شويه. وفي التخطيط برضو ممكن يكون مهم ان انت مش تكون متشائم، بس تكون مزود في الواقعيه شويه، يعني تقلل في التفاؤل عشان خاطر بعد كده ما يحصلكش مشاكل ان انت كنت متفائل بزياده فتوقعت مبيعات اكتر من مثلا التكلفه اللي انت هتقوم بيها. فلازم تبقى عارف زي ما قلنا المبيعات، حجم المبيعات المتوقع هيكون قد ايه عشان تعرف تقيس الدخل بتاعك هيبقى قد ايه. بعد دوت تبقى بتحسب الربحيه ده اللي هو المبيعات وتنقص منها التكلفه. فلازم تشوف الربحيه هتبقى قد ايه. اغلب المشاريع ما يبقاش فيه ربحيه خالص في اول يمكن 3 سنين وساعات 5 سنين، فلازم تكون عامل حسابك على دوت وتبقى عارف كويس قوي ان المشروع بتاعك مش شرط خالص يحقق ربحيه في وقت قليل، فبالتالي مش هتعتمد عليه كمصدر دخل ليك كشخص مثلا. ولازم تبقى مقدر ده جدا عشان قدام يقدر المشروع يقف على رجليه. ساعات كتير انت بتحتاج فلوس تعيد ضخها في التكلفه بتاعت المنتج بتاعك عشان تحسنه او تكبر من نسبه الانتاج بتاعتك، فبرضه مهم قوي ان انت تكون عارف ده كويس. واحده من المكونات الاساسيه للدراسه الماليه هي دراسه الكاش فلو. يعني ايه كاش فلو؟ انت مثلا بتقول المبيعات بتاعتي اول سنه هتكون 100,000 جنيه، بس ال 100,000 جنيه دول هيجوا امتى؟ ده مهم جدا. انت بتحتاج مثلا تدفع مرتبات موظفين كل شهر، فبالتالي الفلوس او المبيعات اللي بتجيلك لازم تكون بصوره شهريه بتغطي الاستهلاك بتاعك او الصرف بتاعك. لو ال 100,000 جنيه دول كمبيعات هيجولك في اخر السنه، دي هتبقى ساعتها تحدي كبير ليك ان انت مش تقدر تغطي المرتبات بصوره شهريه. فلازم يكون عندك دراسه للكاش فلو وتكون عارف التدفق بتاع الفلوس هيجيلك بصوره شهريه ازاي، او حتى ممكن تكون اقل من شهريه بصوره اسبوعيه، تبقى عارف الفلوس غالبا هتيجي فين علشان خاطر تعرف تغطي الصرف بتاعك. كل اللي احنا قلناه ده وانت بتبتدي مشروعك بيتعمل في صوره موازنه او بادجت، والبادجت دي تكون هي الحاجه الاساسيه اللي انت هتشتغل عليها لاول سنه لاول سنتين، ويكون المرجع ليك في اي حاجه تتعلق بالماليات. مهم جدا نبقى عارفين ان طبيعي برضو مهما كنا واقعيين في متغيرات كتيره، احنا مش عايشين في حاجه عالم ثابت او حقائق ثابته، بالعكس احنا في متغيرات طول الوقت. فلازم يكون عندنا العزيمه والاصرار والمرونه ان احنا ازاي نكيف نفسنا مع الواقع، وممكن نغير في الفكره او نغير في الدراسه او نغير في مثلا طريقه الصرف او المبيعات او نقلل متوقعاتنا في حاجات علشان خاطر نقدر ننجح الفكره ونطور فيها. لازم ناخد البعد المالي للموضوع ده بشكل جدي جدا، وزي ما شفنا الموضوع ده هيتطلب توقعات كتير جدا. تعالوا نشوف رأي رواد الأعمال في الموضوع ده وإزاي البعد ده أثر في مشاريعهم.